ايه الفرق بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنانة منة شلبي؟ الفرق كبير جدا. ليه؟ منة شلبي اتقبض عليها متلبسة في مطار القاهرة الدولي وهي بتتفتش. لقوا في شنطها الحاجات اللي هي ايه، المخدرات دي. ماشي. فدي لازم تتحول للنيابة، دي اجراءات لازم نمشي عليها. اوكي. اما شيرين عبد الوهاب، دي كانت بتتعاطى واهلها ودوها المستشفى، ما اتمسكتش متلبسة وهي بتتعاطى. لو اتمسكت متلبسة وهي بتتعاطى هيبقى في اجراءات هتمشي عليها وهيتم حبسها. دي حاجة. ويتحكم عليها. يعني الحاجة التانية، مفيش أي واحد متعاطي، يعني هي لما تعاطت هما ودوها المستشفى. ما شفتش أبدا أي واحد متعاطي مخدرات أهلي يودوه المستشفى النيابة أو الحكومة هتقبض عليه أو الشرطة هتقبض عليه. ما ينفعش، لا يجوز. وبالنسبة كمان للمتعاطي لما يروح المستشفى بيبقى بمزاجه هو، ما بيبقاش إجباري، هي عشان ودوها مستشفى خاصة. أما المستشفى الحكومي بيبقى بمزاجه هو، هيتعالج ولا مش هيتعالج. دي حاجة يعني القانون يعني مديله هذا اللي هو لازم يكون هو عايز يتعافى، مش احنا نجبره اللي هو يتعافى. دي حاجة تانية. فالفرق بينهم الاتنين يعني كبير جدا. اللي شيرين عبد الوهاب ما اتمسكتش متلبسة، ولكن هي كانت بتتعاطي ودوها المستشفى. دي حاجة أولى. الحاجة التانية، منة شلبي اتقبض عليها في مطار القاهرة الدولي متلبسة. بس هما الخطأ في الإجراءات اللي هما ما فتشوش الشنط وهي واقفة. فممكن أي حد يحط أي حاجة في الشنطة ويقول هي تبعها. فلو هي متفتشة وهي واقفة وبتتصور دي خطأ في إجراءات. ضابط الجمارك أخطأ في هذا. لابد كان أن تفتش الشنط وهي متواجدة في نفس المكان، وتتصور بالحاجات اللي هي يعني لقوها في شنطتها. ففرق كبير بين الاتنين. فبلاش كل واحد يفضل يتكلم بدون علم. يا جماعة، في فرق كبير بين شيرين عبد الوهاب ومنة شلبي في الإجراءات. دي واحدة كانت بتتعاطى وأهلها ودوها المستشفى ما اتمسكتش وهي بتتعاطى. دي واحدة اتقبض عليها وهي في المطار وكمان ما تفتشتش شنطها وهي واقفة، فهيبقى خطأ في الإجراءات. وكمان الدعوة هتبقى إيه؟ بألا وجه للدعوة، إقامة الدعوة، يعني النيابة هتحكم بكده. ففي حاجات كده في القانون. بصوا يا جماعة، النيابة بتاخد بالورق، المحكمة بتاخد بالورق. مفيش حاجة اسمها في حاجة بقى امتى. يعني لما يكون المحكمة ما اقتنعتش بالكلام ده، النيابة ما اقتنعتش بالكلام ده، دي بتبقى يعني دي سلطة للنيابة مش احنا. ففي ورق بتمشي عليه